السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. ويا قضية ديال فلسطين، الله يرحم لكم الوالدين لو بغيتوا الخير لفلسطين، حاولوا تسويوا الفصائل الفلسطينية واللي أمة فلسطينية، فهمت؟ الخلل اللي لاحظت أنا وهي الضيف ديالك وأنت كتحثوا على الحركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس يقولوا حلفاء إيران، واش كتطلب من السعودية تدخل تدافع على حلفاء إيران؟ هنا فين كاين الخلل عند الفلسطينيين وولاو كينسميو بهم أجزاء، ولا جزء كينتمي لإيران، جزء تابع للعرب، جزء هنا فين هما مساكن. ما بقاش حتى باش الدول العربية تعاونهم، كتشوف حماس والجهاد الإسلامي أيادي إيرانية، ما يمكنش هذا السعودية. بربك أنت وأمثالك ممن تتحدثون عن أيادي إيرانية. هذا الفلسطيني الذي يقف الآن في غزة ويتصدى مدافعا عن وطنه، كيف يكون أداة إيرانية؟ كيف فسر لي كيف أداة إيرانية؟ واسمعني يا صاحبي، هذاك محكوم محتجز واقع عليه بحال الشكل ديال المخيمات. محكوم؟ مين اللي حكمه؟ والله العظيم ما فاهمين حاجه، والله ما تجمعوا الفرق. شكرا لك عباس، شكرا لك انت اللي فهمان. شكرا لك. الان عندما تسيل الدماء الفلسطينيه انا لا استطيع ان استمع لهذا الغثاء. بعض العرب وبالذات المطبعين واشباه المطبعين يعني يتابعون الفلسطيني وهو يدافع عن نفسه. ان ذبح سكتوا، وإن صمد ولقن الصهاينة دروسا قالوا عميل لإيران. وانتم شو عاملين؟ أكثر من النوم وغطيط النوم. جايك من المغرب يتفلسف على أهل غزة. وينك أنت؟ مك رئيس لجنة القدس يا حبيبي يا أمير المؤمنين. شو عملت؟ ولا حاجة. جاي أنت تدين من صمدوا. يا أخي إيران قل فيها ما تشاء، عندها خطاب قوي، قالت لك أنا مع المقاومة، وأعلى ما في خيلكم اركبوها أنتم يا الأمريكان والإسرائيليين، نفاقا ولا صدقا قالت. وهذا خطاب، أنت في الرباط طلع لي عشر هذا الخطاب، والله لن تجرؤ، بل بالعكس أنت تطبع الآن وتقبل أيادي الإسرائيليين. فيريد كل واحد يصفق للتطبيع الآن في هذه اللحظة، يريد لو يخرس أفضل، والله العظيم، احتراما لهذه الدماء الفلسطينية. يا أخي أنت طقطقت وانبطحت وبعت كرامتك، يا أخي على الأقل اسكت.